والله الحمد لله الفرحة ما كانتش تتوصف، بس الحمد لله سجدت شكر لله على طول. كنت في الشغل والحمد لله الخبر جاني، الحمد لله سجدت شكر لله والحمد لله. يعني الفرحة كان الواحد كان بيعيط من الفرحة الحمد لله. والدتي ووالدي كانوا بيدعموني والله الحمد لله. والله هو سر توفيقي سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو سر التفوق. هو أكتر حاجة بتدي للواحد أمل، وأكتر حاجة يعني ساعات بتدعي ربنا وربنا يستجيب لك، دي أحلى حاجة في الدنيا. اهلا وسهلا بحضراتكم. نحن الان في لايف جديد من لايفات الخبر المصري، ونحن الان من منزل الطالب احمد محمد سيد الاول على مستوى الجمهوريه في الدبلومات الفنيه الصناعيه المتقدمه. احمد، اهلا بيك يا احمد. الله يبارك في حضرتك. في البدايه عرف نفسك للساده المشاهدين. يعني أنا اسمي أحمد محمد السيد أحمد، ابن قرية عزبة مصطفى الجندي، مركز الفيوم، محافظة الفيوم. كنت في مدرسة طوارة المتقدمة الصناعية نظام ال5 سنوات، كنت قسم آلات ومعدات كهربية. في البدايه يا احمد بنقول لك الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وصف لنا شعورك يا احمد لما عرفت ان انت من الاوائل. والله الحمد لله الفرحة ما كانتش تتوصف، بس الحمد لله سجدت شكر لله على طول. كنت في الشغل والحمد لله الخبر جاني، الحمد لله سجدت شكر لله والحمد لله. يعني الفرحة كان الواحد كان بيعيط من الفرحة الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي حابب توجهه للمدرسه اللي انت كنت فيها، مدرسه هورات المقطع الصناعيه، والمدرسين اللي بيدرسوا لك بصفه عامه؟ يعني كل الشكر والتقدير لمدير مدرسة هوارة الصناعية الأستاذ محمد أحمد، ومدرسين قسم آلات ومعدات كهربية الباشمهندس محمد إسحاق والباشمهندس علاء سعيد والباشمهندس محمد عبد الله والباشمهندس محمد سيد والباشمهندس عيد سيد، ومدرسين العملي، مدرسين القسم العملي الأستاذ علاء حسن ربيع والأستاذ محمد فتحي والأستاذ أحمد فتحي. كل الشكر والتقدير، الناس دي بصراحة ما حدش سابنا منهم، وكل الشكر والاحترام والتقدير ليهم بصراحة. مين اكتر حد كان داعم ليك يا احمد؟ كان والدتي يعني ربنا سبحانه وتعالى، وكانت والدتي. انا كنت على طول باخد بالاسباب الحمد لله وبعمل اللي عليا. كانت والدتي اكتر حد يعني كان بيصبرني على اللي انا فيه، والحمد لله ربنا جبرني. ايه اكتر المعوقات اللي كانت بتقابلك يا احمد في المرحله التعليميه؟ بالنسبه لسنه 5 وفي السنه بتاع الشهاده، يعني يعتبر كانت المواد بس. هي كان في مواد بتقابلنا صعبه، وفي مواد بتاخد وقت، وفي مواد بتاخد مجهود عشان مثلا توصل لمرحله فيها ان انت مثلا الحمد لله ما بتبقاش شايف فيها حاجه، تقدر تخش الامتحان بفضل ما ربنا تأدي فيه اكنك لامم الماده كلها الحمد لله. ايه سر تفوقك يا احمد؟ والله هو سر توفيقي سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو سر التفوق. هو اكتر حاجه بتدي للواحد امل، واكتر حاجه يعني ساعات بتدعي ربنا وربنا يستجيب لك، دي احلى حاجه في الدنيا. والدتي ووالدي كانوا بيدعموني والله الحمد لله. انت حابب ايه توجه ايه لزمايلك المقبلين على المرحله التعليميه في المدارس الصناعيه والثانويه بصفه عامه؟ التعليم الفني مش وحش، لا التعليم الفني بالعكس حلو، بس الفكره ان انت الواحد يحط هدف قدامه، يحط خطوات يمشي عليها، ويحط يرسم مستقبل يمشي عليه، وربنا هو اللي بيجبر في الاخر. بس اهم حاجه كل واحد يعمل اللي عليه. انت فكره ان انت تعمل اللي عليك ورا، يعني دي بتبقى حاجه حلوه، والنتيجه دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا بيجازي بالخير على طول. انت حلمك ايه بعد ما طلعت من الاوائل على مستوى الجمهوريه؟ ان شاء الله. ايه هدفك في المرحله المقبله؟ ان شاء الله حلمي دخولي كليه الهندسه باذن الله، ومش عايز اقف على كده، لا الحمد لله ان شاء الله بتمنى من ربنا ان شاء الله اكون معيد في كليه الهندسه باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا الله احمد. يخليك، الله يبارك فيك. انت تستاهل كل خير. الله يبارك في حضرتك. مشرف لكل شاب الله يبارك وكل في حضرتك. في المراحل التعليميه. الله يبارك في حضرتك. في نهايه اللقاء يا احمد، حابب توجه ايه لدراستك ولاساتذتك وزمايلك بصفه عامه؟ كل الشكر والتقدير والاحترام، والله الناس بصراحه ما حدش اثر معانا الحمد لله على مدار ال5 سنين، وال5 سنين اتعلمنا منهم حاجات كتير كمستقبل بعد كده، والحمد لله. يعني بصراحه زمايلي الحمد لله كان ربنا كرمنا بالتعاون السنه دي، كلنا الحمد لله كنا بنتعاون مع بعض، والحمد لله. يعني مش كلنا، مش لازم يبقى كل واحد مثلا طالع من الدرس او من المدرسه فاهم كل حاجه، بس الحمد لله كنا بنقدر نقف مع بعض ونساعد بعض، والحمد لله يعني ربنا نصرنا الحمد لله. شكرا ليك يا احمد. شكرا. معانا والده احمد برضه هنبارك ليها في البدايه. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك للباشمهندس احمد، ومزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. وصف لنا شعورك لما عرفت ان احمد نجح ومن الاوائل يعني. والله فرحة الحمد لله ما كانتش تتوصف والله، يعني الحمد لله فضل من الله ونعم. طب ايه اللي بيميز احمد؟ ربنا هديه الحمد لله، اللي هو قريب من ربنا قوي الحمد لله، وده فضل ونعمة من ربنا والله. فضل ونعمة من ربنا ويرجع ليكم والوالده الحمد لله يعني الحمد لله. يحفظكم ويبارك فيه الله ويبارك في يخلي جميعا حضرتك يعني. يا رب. طب انت ايه اللي بتنصحي الامهات لاولادهم مقبلين على المراحل التعليميه عشان
عشان تبقى زي احمد كده ان شاء الله من الاوائل يعني؟ والله بنصح كل اب وام يقفوا جنب ولادهم ويأدوا اللي عليهم، والتوفيق من عند الله برضو، وربنا يكرمهم ان شاء الله. الف الف مبروك الله يخليك. للباشمهندس احمد، الله ومزيد يخليك. من النجاح والتفوق ان شاء الله. حابه توجهي اي حاجه قبل ما نختم مع حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. ومعانا جديد احمد برضه هتكلمنا اكتر عن احمد، يعني هتبارك ليها وتكلمنا هي عن احمد. الف مبروك يا حاج احمد. الله يبارك فيك. احمد حلو وهادي كويس والحمد لله ومقرب من ربنا. اوصف لنا شعورك لما احمد عرفت ان هو نجح وطلع من الاوائل يا حاجه. كنت فرحانه قوي جدا ان هو طلع من الاوائل، وكنت امنيتنا ان هو يبقى احسن حاجه. ربنا يا رب يوفقه يا حاج ويكرمه يا رب. يا رب يا رب. الف الف مبروك يا حاج. ومعانا والد احمد برضه موجود معانا هيتكلم معانا. في البدايه نقول لك الف مبروك يا الله يبارك أستاذ فيك يا محمد. سعيد، الله يبارك مزيد لك. من النجاح والتفوق ان شاء اللهم الله. امين يا رب، اللهم امين. اوصف لنا شعورك كده لما عرفت ان احمد نجح وطلع من الاوائل. الحمد لله، من فضل ربنا ونعمته علينا، فضل ربنا ونعمته علينا كبيره جدا. الحمد لله. ايه شعورك انت لما انت شعور يعني لما سعاده من الأوائل؟ سعاده من عند الله كده، يعني فرحه، يعني ربنا يديمها عليه وربنا يوفقه في حياته وربنا يحقق له ما يتمناه. ايه المعوقات اللي كانت بتقابل احمد؟ كانت في مواد صعبه قدامه كتير، فكان بييأس شويه، كنا بنشجعه، كان بيرجع للمدرسين بتاعته فكانوا بيشجعوه يعني اكتر، كانوا يديله هو عاوزه، كانوا بيشجعوه اكتر، يعني استاذ محمد اسحاق وعلاء سعيد والباشمهندس محمد احمد كلهم كانوا بيشجعوا فيه والله الحمد لله. يعني حابب توجه ليهم ايه؟ اوجه لهم كل الشكر وربنا يوفقهم في حياتهم ويجعل في ميزانات حسناتهم. استاذ محمد احمد بيوجه لك رساله بيقول لك الف مبروك للاستاذ احمد، وهو انت حابب توجه له ايه؟ اقول له اللهم زيدك ووفقك في حياتك ومكنك كمان في حياتك، يعني من الناس اللي الواحد يعتز بيها. احمد طموحاته ايه في المستقبل؟ طموحاته ان شاء الله او من صغره كان حاطط لنفسه ايه؟ احمد شايف نفسه ايه؟ كان مين اللي هو النموذج اللي احمد بيعتز بيه، اللي هو نفسه لما يطلع انا نفسي مثلا اكون حد زي حد معين؟ كان نموذج زي عمامه عنده باشمهندس مصطفى وباشمهندس احمد، كان نموذج لعمامه، يعني كان بيتمنى يطلع زي مهندس وربنا وفقه الحمد لله. انت حابب توجه ايه في نهايه اللقاء لكل اب وكل ام اولادهم يكونوا متفوقين زي احمد؟ اقول لهم ربنا يوفقكم وكونوا حريصين على اولادكم وشجعوهم، التعليم الفني حلو مش وحش، شجعوهم ان ربنا يحقق لهم حلمهم. الف مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا معانا سيد. عم احمد هيكلمنا برضه اكتر. أنا مصطفى سيد أحمد، عم أحمد محمد سيد. النهاردة طبعا أنا فخور جدا بنجاح أحمد وتفوقه، إن هو الأول على الجمهورية من مدرسة هوارة الصناعية نظام ال5 سنوات. والله النهاردة الحمد لله شرف لنا جدا جدا وللأسرة جميعا والقرية جميعا إن فيها أول جمهورية في التعليم الفني، وده طبعا يعني شيء مشرف للتعليم الفني كله على مستوى الجمهورية مش على مستوى المحافظة بس. وانا طبعا بحب ابارك لاحمد وهنيه على التقدم والنجاح والازدهار، وانه بقرب من ربنا سبحانه وتعالى والمحافظه على الصلاه والمحافظه على ورد القران، هو دي نتيجه العمل بتاعه ونتيجه الاجتهاد بتاعه الحمد لله والشكر لله يا رب. وطبعا انا النهارده يعني كنا بندعم احمد وبندعمه على الطريق الصح، ونقول له احمد ان الرحله سهله جدا والنجاح حاجه جميله جدا في الحياه، ما تقفش عند حاجه معينه، ذاكر واجتهد وكن قريب من ربنا. طبعا بما ان انا طبعا يعني قضيت الرحله قبليه في مدرسه هوارة الصناعيه نظام ال5 سنوات، وفي نفس التخصص برضك الالات الكهربائيه، حصلت على المجموع ودخلت جامعه بني سويف في كليه الهندسه واتخرجت منها، وحاليا دلوقتي نموذج مشرف من التعليم الفني لمهندس لشركه الميه بالفيوم. وطبعا انا بشجعه واقول له ان الطريق سهل والحلم سهل جدا والنجاح جميل، وبشجع كل الطلبه التعليم الفني والتعليم العام وبقول لهم اجتهدوا وخليكم قريبين من ربنا سبحانه وتعالى وما تقفوش عند حاجه معينه. الاجتهاد حلو ومفيش حاجه صعبه في التعليم وكل حاجه حلوه يعني مع النجاح والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وبشجعهم جدا ان هم يجتهدوا اكتر واكتر ويخلي حلمهم قريب يعني منهم بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لان التعليم الفني هو بياخد شقين، الشق العملي ده سوق العمل، ان طبعا سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشجع بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم التكنولوجي، فده حلم كل طالب في مصر ان هو يخش كلية، فلازم الاجتهاد. وانا طبعا بشكر حضرتك وببارك لاحمد على التفوق الجميل، وببارك لوالدتي الجميلة ان هي شافت ابنها مهندس وحفيدها مهندس
وبترحم لوالدي الله يرحمه، لان هو كان حلم حياته ان اسرته يطلع فيها مهندسين، وقدوة زي ما هو شاف في حياته وحياته العملية في الشغل ان شاء الله. وبشكر حضرتك جدا. انا محمد عويس احمد عم احمد، وجاي النهارده ابارك له على النجاح اللي هو حققه، وحققه مش لينا بس، ده حققه للجمهوريه وحققه للعيله وحققه للمحافظه، ان هو اول جمهوريه، ونتمنى لنا من ربنا النجاح والتفوق، وان شاء الله نشوفه كده يعني مهندس قد الدنيا، وان شاء الله يعني ينجح بينا وينجح بالبلد، علشان النماذج دي نماذج مشرفة بتشرفنا كلنا. ولما يكون في نماذج بنشجع كل الأولاد اللي هم من سنه والطلبة إن هم يجتهدوا، وإن شاء الله يا رب نحقق لهم النجاح ويحقق لهم التفوق وينهضوا بالبلد، ونشوف بلدنا عظيمة وكبيرة بيهم، وإن احنا يعني يبقى عندنا مهندسين ودكاترة وناس متفوقين في البلد عشان ننهض بالبلد، بلدنا مصر. وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر وزير التربية والتعليم، وبنشكر محافظ الفيوم، وبنشكر مدرسة هوارة الصناعية المتقدمة على بذل جهودهم مع الطلبة، ان هم بيعلموا تعليم صح، لان احنا نفسنا ننجح ونفسنا نبقى مصر ده بدولتنا دي تكون دولة عظيمة ودولة قوية بعقول اطفالنا بعقول اولادنا، وان هم نشوف بيهم النجاح ونشوف بهم التقدم ونشوف بهم العظمة، ان احنا نبقى مش جمهورية مصر العربية تكون من اعظم الدول على مستوى العالم، ويكون فيها متفوقين مهندسين في كل مكان. أسرة البرنامج، وبنشكر ابوه وامه على اللي هو في جنبه واجتهاده، وبنشكر جدته طبعا وكل من هو ودعمه في علمه ودعمه في حياته ودعمه في تفوقه. وبنشكر طبعا كل من هو وقف جنبه. وانا جاي النهارده بقول له الف مبروك يا احمد، وان شاء الله نشوفك حاجه كبيره قوي، حاجه ان تشرفنا انت وتشرف بلدنا.